نفري واهلا بكم في حلقه جديده من Ancient Egyptian Language Revival. في الحلقه دي هناخد قواعد نحو السكتش اللي فات وهنتمرن عليها. في السكتش اللي فات كان في جمل زي بيجوما اماو، الكتاب هناك، ونكنت خين تسلو، التيم جوه السله. الجمل دي ما فيهاش فعل. البريديكت هنا يا اما adverb زي اماو هناك، او prepositional phrase زي خين تسلو جوه السله. يعني الخبر في الجمل دي زي في العربي ظرف. جمل زي دي بتتسمى sentences with adverbial predicates. خلينا نتمرن عليها. معنا now. دلوقتي احنا حابين نقول السمك جوه البحر. كلمة سمك هي تبت وكلمة بحر هي يوم، الاتنين أسامي مذكرة، وكلمة جوه يعني خن. برافو، نتبت خن بيوم. ميوتين معناها برافو، بنستعملها لو عايزين نمدح مجموعة ناس. لو عايزين نمدح واحد بنستعمل ميوك، ولو عايزين نمدح واحدة بنستعمل ميو. برافو، اديكوا عرفتوها لوحدكم. لو احنا حابين نقول الست جوه البيت، كلمة ست هي اسهيمة اسم مؤنث، وكلمة بيت هي اي اسم مذكر. هنقول ايه؟ ميوتين تي اسهيمة خن بي اي. لو احنا عايزين نقول التعبان هناك، كلمة تعبان هي هوف اسم مذكر، وهناك زي ما احنا سمعنا قبل كده اماو. هنقول ايه؟ صح، بهوف اماو. ميوتين. دلوقتي عايزين نقول الاب هناك، كلمة اب هي يوت اسم مذكر. هنقولها ازاي؟ ميوتين بيوت اماو. دلوقتي عايزين نقول الراجل على المركب، كلمة راجل هي روما، وكلمة مركب هي جوي، الاسمين مذكرين، وكلمة على هي هيجين. هنقولها ازاي؟ ناني بيروما هيجين بيجوي. ميوتين. لو احنا عايزين نقول تير على الارض، كلمة تير هي هاليت، وكلمة ارض هي كح، الاتنين اسمين مذكرين. هنقولها ازاي؟ سي ميوتين وهاليت هيجين بكح. طب لو احنا عايزين نقول فار تحت السرير، كلمة فار هي بين، وكلمة سرير هي تشلوك، الاسمين مذكرين، وكلمة تحت هي خا. هنقولها ازاي؟ ميوتين وبين خا بتشلوك. طب دلوقتي لو عايزين نقول الذهب تحت الطوبة، كلمة ذهب هي نوب اسم مذكر، وكلمة طوبة هي توبة اسم مؤنث. هنقولها ازاي؟ صح، ميوتين بنوب خا تتوبة. لو عايزين نقول أرنب جنب الشجرة، كلمة أرنب هي غطفت، وكلمة شجرة هي شين، الاسمين مذكرين، وكلمة جنب هي ححتين. هنقولها ازاي؟ سي ميوتين وغطفت ححتين بشين. طب لو عايزين نقول قلم جنب الكتاب، كلمة قلم هي كاش اسم مؤنث، وكلمة كتاب هي جومة اسم مذكر. هنقولها ازاي؟ سي ناني وكاش ححتين بجومة. ميوتين. دلوقتي عايزين نقول القرية ورا الجبل، كلمة قرية هي تيمة، وكلمة جبل هي توقو، الاسمين مذكرين، وكلمة ورا هي انسا. هنقولها ازاي؟ صح، بتيمة انسا بتوقو. ميوتين. لو عايزين نقول الحصان ورا البيت، كلمة حصان هي احتو اسم مذكر، وكلمة بيت احنا خدناها قبل كده هي اي. هنقولها ازاي؟ سي ناني بي احتو انسا بي اي. ميوتين. زي ما احنا سمعنا خن معناها جوه،
والاسم اللي تبعها هي خن، معناها مكان داخلي أو مكان مستخبي. الكلمة دي لسه بنستعملها في اللغة المصرية العامية زي ما احنا شوفنا في الحلقة اللي فاتت. نجدي قوم انزل في الخن والبرد. طيب قوم. طيب احنا وصلنا لاخر حلقتنا، نتمنى ان احنا نكون اتعلمنا حاجات كتيرة مع بعض، ونشوفكم في الحلقة الجاية. وجاي